بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صباح الخير عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ أم واتق. صبحت عليكم بهذه التحلية، إن شاء الله يجوز يومكم أو نهاركم حلو بالبزاف. ان شاء الله تعجبكم تحلية تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها. هتكون تحلية رائعة بدون حليب، بدون زبدة، بدون بيض. يعني من هذه التحلية راح تتعلموا باللي ماشي لازم اي مكون باش نديروا تحلية. تقدروا تعوضوا اي مكون بمكون اخر يكون موجود عندكم في البيت، راح تتحصلوا على هذه التحلية. شوفوا القوام تاعها رائع، قوام ما بين لاكريم ما بين الفلون. يعني صدقوني ما بينا ما شاء الله. كل اللي ذاق هذه التحليه قالوا لي بزاف بنينه، وفيها ريحه لاكريم وفيها ريحه الفلون. صدقوني جات ولا اروع. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، شوفوا دي شاده روحها كيما الفلون، كيما فيها ريحه لاكريم، بمكونات جد جد بسيطه ومتواجده في كل بيت. ما من اللون تاعها يجي بزاف راقي، والشكل تاعها تقدروا ديروها كاليف خاز باش يبانوا يعني من برا. تقدروا ديروهم ديغات كما حبيتوا. ندوزوا على بركه الله. الاول مرحله عندنا كميه تاع ليف خاز نقطعوها دي غوندال كيما هكا، ولا تقدروا تقطعوها قطع صغار وديروا عليها السكر وتخلوها تطلق هذاك الجو تاعها. مام هي كديروها في التحليه وديروا لها السكر تجوز عليها فتره معينه، راح تلقاوها كشغل طابت، تلقاوها بنينه بالبزاف. واذا كانت اللي في خاص تاعكم صامته راح تولي بنينه بهذاك السكر. بهذه الطريقه عينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي عندكم، ديروا شويه تاع السكر فوق لي فخاز، تغطيوها وتخليوها تطلق هذاك الجو تاعها كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه شوفوا بعد ما جازت عليها فترة معينة تقريبا ساعة هكذاك، شوفوا بعد ما بدا هذاك السكر كامل يذوب معايا. قبل ما تغطيوها تخلطوها كامل بمغرفة وتخلوها دوكوتي. ندوزو لاكريم تاعنا. عندنا زوج كيسان تاع الماء، عندنا زوج مغارف مايزينا كما راكم تشوفوا. عندي مغرفة ماشي معمرة سكر، وعندي مغرفة تاع الفلون، مغرفة كبيرة طبعا كما راكم تشوفوا معايا. نخلطو كامل بارد في بارد، كامل المكونات بارد في بارد، باش نحطوها على نار قليلة ونخليوها تعقد معانا كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة طريقة ولا اسهل، راح تحصلوا على اروع تحلية. حبيباتي المبتدئات اللي ما عندكمش الفلون ولا ما عندكمش ايضا المايزينا، اللي ما عندهاش مايزينا تقدر تعوضها بالفارينه، تقدر دير 3 مغارف فارينه كما راكم تشوفوا. بعد ما ضفت كامل المكونات ما تكثروش السكر باسكو الفلان فيه السكر كما تعرفوا. واللي تحب التحليه تاعها تكون حلوه بزاف نتوما عينكم ميزانكم. اني ما نحبش بزاف السكر، درت مغرفه كبيره ماشي معمره، والمغرفه تاع الفلان هذاك هو الطعم اللي نقدر نتناوله كما راكم تشوفوا. نخلطوا كامل راح تتحصلوا على اروع لون، لون زهري، لون رائع كما راكم تشوفوا. بعد ما تبدا ديرها فيها دوك الفقاعات تعرفوا بلي وجدت معاكم لاكخام، تطفيوها وتخليوها دوك تبرد شويه برك وتفرغوها في لي فيغين تاعكم كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه انا تعمدت اني ندير زوج كيسان تاع الماء فقط باش ما نتحصلش على كميه بزاف كبيره. نتوما على حسب عدد افراد الاسره تقدروا تضاعفوا المكونات، تقدروا ديروا دي فيغين صغار على هادو. انا درت غير هادو الزوج، ساعدوني بالبزاف كما راكم تشوفوا. حطيت كامل الكميه تاع لاكريم
ونخليوها تبرد. بعد ما نمسحها ونمسح لي فيغين تاوعي ونسويهم بهذه الطريقه. نسي نهبط كامل هذيك لاكريم كما راكم تشوفوا. الطبقه الثانيه عندي كاس تاع الماء، نفس الكاس اللي كيلنا به من الاول 220 ملل، وعندي مغرفه تاع المايزينا. واللي حبت اللون تاعها يكون غوج ولا غاز، ما ديرش المايزينا، دير مغرفه تاع الفلان، راح تتحصلي على لون رائع. انا حبيت لاكريم الفوقانيه تكون بيضه. نتوما اذا حبيتوها تكون غوج وتفرغوا فوقها هذاك، تفرقوا فوقها هذوك لي فخاز، راح يجوا رائعين صدقوني. ديروا مغرفه تاع الفلان، ما ديروش مغرفه تاع المايزينا، تحصلوا على لون رائع. شوفوا زينتهم بهذه الطريقه. تقدروا ديروا دي غوندال هكذا طرف الطرف باش يعني الشكل الخارجي يكون شكل جميل في طبق التقديم. تقدروا ديروهم هكذا، توزعوهم كيما حبيتوا نتوما ولوغو تاعكم. طريقه ولا اسهل ولا اروع. شوفوا الجو اللي طلقته لي هذيك لي فخاز. سيو تكونوا تعمروا في لي فيغين تاعكم، تفرغوا شويه من هذاك الجو. سي بوغ سا قلت لكم ما تكثروش بزاف السكر في لاكريم، لانه هذيك لي فخازه فيها السكر راح تجي بزاف حلوه. شوفوا الكريمه الفوقانيه حبيتها هكذا بيضه. نتوما تقدروا ديروها كما قلت لكم، تقدروا ديروا الفلان مع الماء، اكيد كاس تاع الماء مع مغرفه ولا زوج تاع الفلان، وتخليوها غير تغلي تبرد شويه وفرغوها فوق لي فيغين تاعكم، راح يجي لون رائع صدقوني. شوفوا كملت كامل الكميه، يعني كاس كان كفاني بهذه الطريقه. خليوها تبرد ومن بعد نزينوها مع بعض. تزيين حبيبتي، تزيين حيكون اختياري اكيد. انا زينتها بحبه تاع لي فخاز في الوسط، ودرت عليها شويه لوز مدشش طرف الطرف. هذا واش كاين. يعني تعلموا حبيباتي المبتدئات التزيين، لازم نتوما تبدعوا فيه. انا واش لقيت في طريقي نزين، ما عنديش كامل مشكل مع التزيين. تقدروا ما عندكمش اللوز تقدروا يعني تفتوا شويه قاطو وتفتوه. عندكم لي زاموند ايفيلي ديروه طرف الطرف. تقدروا بمبشور القارص ولا مبشور التشينا ديروه طرف الطرف، راح يجي ولا اروع صدقوني. ماشي لازم اي حاجه تكون كما هي باش تجينا حاجه شابانه. تقدروا من اختراعكم الخاص، من ابداعكم الخاص، تزينوا اي طبق كما حبيتوا. ليسونسيال نتوما تكونوا حابين هذيك الحاجه وحابين تنجح لكم، راح تخرج لكم ما شاء الله. شوفوا لي فيغين تاعي بعد ما كملتهم، شوفوا القوام، اللون تاع لي فخاز كيفاش راهو يبان لي في ضوء الشمس ولا اروع كما راكم تشوفوا. شوفوا صدقوني بنه رائعه. تحصلت على دي فيغين بلا والو، يعني بحاجه بسيطه قدرت ندير تحليه رائعه كما راكم تشوفوا. شوفوا معايا.